السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده جايين نتكلم مع بعض عن اخبار الدوري المصري ومباراة الاهلي امام البنك الاهلي ومباراة الزمالك امام غزل المحلة وجدول ترتيب الدوري المصري وقصة تغيير لجنة الحكام اللي حصلت امبارح. قبل بس ما نبدأ يا ريت تنزل تشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد وتعمل لايك للفيديو. قبل بس كده ما نخش في التفاصيل يا ريت تصلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام ويلا بينا نخش على الفيديو. هنتكلم بس كده في الاول عن لجنة الحكام اللي مشت امبارح بطريقة غريبة. مارك رئيس الحكام لقيناه امبارح مشى النهارده قدم استقالته بشكل رسمي ومشى. اول حاجه واول الاسباب اللي خلته يمشي اللي هو امبارح في مباراه بيراميدز وسموحه حط حكم للمباراه، اتفاجئ بتغيير الحكم. غير كمان اللي فيه صحافه قعدت معاه تقريبا واتكلمت وقال اللي هو بيتهاجم من رؤساء الانديه اللي في مصر، وفي رئيس نادي اتكلم عليه بطريقه مش كويسه وهدده وهاجمه بطريقه مش كويسه. مارك حط حكم لمباراه بيراميدز وسموحه امبارح، اتفاجئ ان الحكم اتغير وهو ما طلبش التغيير. يعني اللي انا اعرفه اللي هو الحكم ما طلبش التغيير، او مارك اللي هو رئيس الحكام ما طلبش اللي هو يغير الحكم. الحاجه التانيه ومارك طلع قال ان انا بتهاجم من رئيس نادي في مصر. طيب انا مش هتكلم دلوقتي بس كده على مارك، انا بس هتكلم على تقنيه الفار. ليه كل مباراه تقنيه الفار بتتعطل، بتقعد من ربع ساعه لتلت ساعه مش شغاله؟ طيب ليه؟ هات لي سبب مقنع. ما هو انا من وجهه نظري لا اما الفار يتعطل مباراه كامله، لا اما شوط اول كامل، لا اما شوط تاني كامل، لكن تيجي تعطلها لي 20 دقيقه الدنيا بتتغير، الدنيا بتتقلب في الملعب. في انديه اقسم بالله بتجيب ضربات جزاء صحيحه والفار بيكون متعطل وما بيحسبوهاش، وفي ضربات جزاء بتتحسب مش صحيحه والفار بيكون متعطل. ما هو طبيعي انت لو بتشرب شاي، يعني انت بتشيل فيش الفار علشان تشرب شاي وتحط فيش الكاتل والكلام ده. فانا مش هتكلم على الحكام، اللجنه بقى تشوف حل، تشوف حاجات، بس انا بقول ان لجنه الحكام اتغيرت علشان حاجه هتحصل. رساله حابب اوجهها للنادي الاهلي، انتوا الدنيا هتبقى ضدكم الفتره القادمه، واولهم حصلت امبارح. كابتن مدحت شلبي طالع يقول لك ان الزمالك بيلعب في موسم متلاحم. يا كابتن مدحت، يعني انت حتى ما شفتش النادي الاهلي كده السنه اللي فاتت ولا اللي قبلها كان في موسم متلاحم فشخ؟ اصل الزمالك بيلعب في دوري كل 3 او 4 ايام او 5 كل مره، موسم متلاحم. الاهلي كل 72 ساعه مباراه. السنه اللي فاتت واللي قبلها مفيش حد طلع قال ليه الاهلي في موسم متلاحم. حابب بس اوجه رساله للاعيبه النادي الاهلي او مجلس اداره النادي الاهلي، الدنيا هتبقى ضدكم الفتره الجايه. ماتشات الدوري يا ريت تخلصوها بدري بدري وتحسموا الدوري بدري بدري. انت دلوقتي الاهلي بفارق ما بينه وما بين المركز الثاني اللي هو فيوتشر 6 نقاط. خلص الدور الاولاني، حد 6 نقط بتاع الدور الاولاني اللي هم الماتشين الباقيين، انا عاوز ال6 نقط دول. خلص الدور الاولاني وانت مستريح. وطبعا هم اتاجلهم، روح بقى كاس عالم خلصه وارجع. كاس العالم هيخلص يوم 11 فبراير. ارجع على دوري ابطال افريقيا، العب الماتش بتاعك وارجع على الدوري المصري، العب لك الماتشين خلصهم. ابعد شويه عن المركز الثاني. واحد يجي يقول لي برايك لجنه الحكام دي اتغيرت بفعل فاعل، اقول لك واكبر دليل على كده ان اللي هم هيعينوا حكم مؤقتا لنهايه الدوري. حكم مصري مش حكم اجنبي، حكم مصري هيعينوا حكم مصري مؤقتا لنهايه الدوري. خدها بقى مني، في حال لو الاهلي حسم الدوري هيجيبوا لجنه حكام مصريه. في حال لو الزمالك او اي فريق خد الدوري هيجيبوا حكام اجانب. مش عاوز بقى اتكلم اكتر من كده عن الحكام عشان بس الفيديو ما بقاش طويل. نخش بقى كده نتكلم على اخبار النادي الاهلي واخبار نادي الزمالك برضك، اللي فيه اخبار كتير جدا حصلت امبارح بعد مباراه غزل المحله ورحيل فيريرا وتعيين اسامه نبيه. كل ده هنتكلم عليه، فيلا بينا نروح نتكلم على الاهلي الاول وبعدين نروح على نادي الزمالك. نبدا كده على طول بمباراه الاهلي امام البنك الاهلي، اللي الاهلي قدر يفوز فيها على البنك الاهلي بهدف مقابل لا شيء سجله محمد شريف. وكان بصراحه مباراه كانت صعبه جدا النادي الاهلي، بس كان الاهلي بعد الهدف كان يقدر يسجل اكتر من هدف. والاهلي امبارح حرفيا ضيع كور كتير جدا كان ممكن نسجل منها اكتر من هدف. كنا المفروض طبعا نستغل الفرص دي، المفروض نسجل اكتر من هدف للامان، حتى لو كنا نسجل هدف تاني وكنا نامن المباراه شويه شويه. الحاجه التانيه طبعا وهي الركنيات، لتاني مره هذا الموسم او اكتر من مره الاهلي ما يسجلش من ركنيات ويكون ركنيات اكتر. الاهلي خلال الماتش ده جاله 9 ركنيات وما قدرش اللي هو يسجل منه اهداف. وطبعا الماتشات اللي فاتت كان جاله برضه اكتر من ركنيه ما قدرش يستغلها. واحنا يا جماعه عاوزين نستغل الكور دي. انت في افريقيا هيبقى الكور دي بالنسبه لك هي اللي هتحسم الماتش. الكرات الثابته سواء ركنيه ضربه حره هي اللي بتحسم الماتشات، فالاهلي لازم يتدرب عليها بشكل كويس ويقدر اللي هو يسجل منها اهداف. الحاجه الثانيه وهي محمد شريف اللي بدا يجيب فورمته، لكن لسه في طبعا شويه اخطاء
ان شاء الله يصلحوا الفتره القادمه. بس انا موجه بقى رساله لامير توفيق، يا ريت تخلص صفقه المهاجم. انت دلوقتي شريف رجع لمستواه، كهربا بدأ يرجع، لكن ما ينفعش ان انت تقول لي انا هجيب دول واعتمد عليهم. انت اصلا لحد دلوقتي ما تعرفش كهربا هيتوقف ولا لا. فانت متخيل؟ لا احنا لازم، واحنا قلنا من السنه اللي فاتت احنا عاوزين مهاجم، فلازم السنه دي يجيب مهاجم كويس. طب ما شاء الله انت دلوقتي داخل في مفاوضات مع فرق وداخل مفاوضات مع لعيبه كتير، لكن بقى لسه فاضل تكه. عاوزين مهاجم كويس، يعني احسن بقى واعلن ان احنا خلاص تعاقدنا مع مهاجم كذا كذا. 6 ايام او 7 ايام بكتير قوي هتلعب مباراه، واول مباراه في كاس العالم للانديه. كل التوفيق لكولر وامير توفيق في حال ضم اي مهاجم. خش بقى نرجع للمباراه، اتكلم بقى على الجوكر خالد عبد الفتاح. خالد عبد الفتاح لتاني مره ولا تاني مباراه على التوالي يثبت نفسه ان هو صفقه كبيره للنادي الاهلي. خالد عبد الفتاح لعب امبارح قلب دفاع ماشي، باك يمين ماشي، باك شمال ماشي، مباراه الزمالك ايضا لعب قلب دفاع، وكان مبدل مع محمد هاني في ناحيه اليمين. شابوه يا خالد، وان شاء الله تكون صفقه كويسه جدا. ماتش او ماتشين كمان يا خالد وان شاء الله الاهلي يفعل بند الشراء مع نادي سموحه. خش بقى كده على مروان عطيه. ومروان عطيه اللي انت تلاقيه صانع لعب ماشي، نص ملعب ماشي، لعيب كويس جدا وتحركاته كويسه جدا. صفقتين لحد دلوقتي تقول عليهم ممتازين، بس استمروا في نفس الاداء. امبارح بعد نزول محمد فخري وطبعا خروج كوكا، الاهلي اضطر انه يلعب بطريقه 3-4-3 طبعا عشان يعوض ناحيه الباك الشمال، وكمان لعب خالد عبد الفتاح في ناحيه الشمال اللي هو يعني يظبط القوه، وكمان لعب بمحمد فخري ناحيه يمين. طب المركز اللي بيلعب فيه مروان عطيه بشكل كويس واللي كان بيلعب فيه مع الاتحاد السكندري، لا اما كان نص ملعب مدافع شويه مهاجم شويه زي ما انت عاوز، وكان برضو بيلعب صانع لعب. مروان عطيه من وجهه نظري هو لما بيلعب صانع لعب بيبقى كويس، بيدي كل اللي عنده. ناقص حاجه بس عنده هي التسديد بشكل كويس. لو مروان عطيه يسدد بشكل كويس هيفرق كتير جدا مع النادي الاهلي. وامبارح شفنا عوده بيرس تاو للمشاركه من جديد ومع عمرو السوليه. عوده حميده يا رجاله، وان شاء الله تشاركوا مع الاهلي فتره قادمه. خش بقى كده نتكلم على نادي الزمالك. اللي انا هقوله ده هيكون من وجهه نظري. هل فيريرا يمشي؟ من وجهه نظري لا، كان يستنى لحد نهايه الدور الاولاني. الدور الاولاني كان فاضل له ماتشين، يعني مش عارف تسيب الماتشين دول. واحد هيجي يقول لي يا اسامه اداؤه نزل او اداؤه بقى ما بقاش حلو. اقول لك عادي، كل المدربين كده، كل المدربين ماتشات بيبقى كويسه وماتشات بيبقى وحشه. بقى له كذا ماتش بيتعادل وبيخسر، لكن خطأ كبير جدا ان انت توجه كابتن اسامه نبيه لمباراه زي مباراه فيوتشر في المركز الثاني حاليا وعامل اداء كويس جدا. وزي ما انا قلت في الفيديوهات اللي فاتت اللي فيوتشر دخل الدوري السنه دي ما بيهزرش عشان افريقيا، اول مره يشارك في الكونفدراليه، فعاوز يبين للفرق الافريقيه اللي هو داخل بقوه كبيره. اللعيبه هي اللي مش في ادائها، مش في مستوياتها، اللعيبه نازله والبدن بتاعها واقع بشكل كبير جدا بقاله كذا ماتش، مش ماتش الاهلي بس. يعني انت لو تلاحظ معايا مباراه الاسماعيلي مثلا، الزمالك كان خسران في الاول 1-0، لو ميدو كان دافع كان الزمالك كان خسر، لكن ميدو قرر اللي هو يهاجم لان عارف ان الزمالك واقع بدنيا. ولما الزمالك سجل هدف التعادل بسرعه قدر اللي هو يعود للنتيجه ويفوز. ولكن بعد ما راحوا اسوان وخسروا من اسوان الدنيا اتقلبت شويه، والفريرا بقى بيلعب بطريقه غير المعتاده. دايما فريرا كان بيلعب بطريقه 3-5-2، لكن بعد مباراه اسوان بدا يلعب بطريقه 4-2-3-1 و4-3-3 3-4-3، مش عارف يظبط الطريقه. غير كمان بقى انا هتكلم كده على الرحلين اللي مشوا من اللعيبه اللي مشوا. انت دلوقتي مشيت محمود علاء ومشيت ومحمود شبانه، وديت ده سموحه وديت ده الاتحاد السكندري، وجبت مصطفى الزناري. مع احترامي لمصطفى الزناري، مصطفى الزناري لا يليق لعيب في نادي الزمالك، ما ينفعش يلعب في نادي الزمالك ده خالص. هتقول لي طب محمود علاء ما كانش في فورمته، ما هوش بيلعب كويس، قاعد بيعمل اخطاء. اقول لك عادي، اعذره، لعيب بيلعب كتير، يا ما جاب اهداف لنادي الزمالك، غلط في غلطتين دمروا مسيرته، كنا المفروض نصبر عليه وكان هيرجع لمستواه. محمود شبانه، انت دلوقتي انت عندك مشكله في الدفاع بعد اصابه الونش. الزناري ومحمد عبد الغني ما بيلعبوا مع بعض او ما بيلعبوا مع حسام عبد المجيد، مع احترامي للثلاثه ما بيعرفوش يلعبوا مع بعض. ما بالك بقى اللي انت بتحط لهم لا اما باك يمين عمر جابر او ما بيلعب باك شمال عمر جابر، الدنيا بتبقى غلط في الدفاع. فالطبيعي ان انت تلاقي مشاكل كتير جدا في الدفاع وتلاقي الزمالك بيخسر. غير بقى تعالى في الحته الهجوميه، سيف الدين الجزيري خلاص فيريرا انهى مسيرته. الكابتن اسامه نبيه يقعد مع سيف الجزيري ويرجع له مستواه. سامسون انا اقسم بالله سمعت عليه كلام اللي هو اصلا ما كانش مفروض يبقى لعيب كوره، فما ينفعش نادي الزمالك يجيب لعيبه زي سامسون وابراهيم داي والناس دي. اللعيبه دي ما ينفعش تلعب لنادي الزمالك اساسا،
نادي الزمالك المفروض يجيب لعيبه من افريقيا من اوروبا كلام من ده. الحاجه التانيه وهي انت ليه مشيت يوسف اوباما؟ انت دلوقتي انت عاوز صانع لعب، رفضت تجيب عبد الله السعيد. يوسف امامه لو انت بقى كنت مدرب شاطر رجعه لمستواه والعب بيه. اقسم بالله يوسف امامه كان جايب مستواه اللي كان مع جروش في 2019 اللي هيكون افضل صانع لعب مش في مصر بس، ده في افريقيا كلها. لكن فيريرا ما قدرش اللي هو يرجعه لمستواه وما كانش عاوزه. يعني حتى لما فيريرا عرض عليه عبد الله السعيد رفض اللي هو يجيبه، قال لك انا هلعب بطريقه 3-5-2 4-3-3. يعني قال من الاخر عبد الله السعيد مش مناسب الخطه بتاعتي. وبس كده، ده كل الفيديو، مش عاوز اطول عليكم النهارده. اكتبوا لي تحت في الكومنتات ايه رايكم في رحيل فيريرا، كان قرار صح ولا قرار خاطئ. وبرضه قولوا لي لو عايزين اتكلم عن نادي الزمالك في فيديو لوحده اتكلم عليه في فيديو لوحده. وبس كده، وكده يكون وصلنا لنهايه الفيديو. شكرا، مع السلامه.